يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير شباب. اليوم الريوق تمن فابرقيب اختنك قطية. على كيفك يا معود، على كيفك، شجاك شبيك؟ اليوم سويت لين تمن الصبح ريوق شباب. انا دائما الصبح اعطيهن لو تمن لو خبز يابس لو خضرة اي شي بالبيت زايد مدري شنو، كل شي اعطيهن. اهم شي التغذية مع العصر قبل لا ينامن العشاء اعشين لو خبط لو بروتين لو حنطة، لان بالنهار ياكلن كل شوية اعطيهن، كل ساعتين ثلاثة اعطيهن شلقة قدامي شنو اللي يزود اعطيهن اياه. بس العصر تعطيهن تعشيهن لين راح ينامن، راح يبقى النايمات تقريبا 12 ساعة 14 ساعة من العصر للصبح، راح يبقى حوالي 14 ساعة هن لا اكل ولا شرب. لازم العشاء مالتهن كلش قوي، يعني لو بروتين لو مخبوط لو حنطة، لازم التغذية. اهم شي تغذية العصر لان العشاء، والصبح انه النهار كله على طول ايش تلقى قدامك تطيهن عادي ياكلن. بس اهم شي الليل، لان هنا راح يظلن لا اكل لا شرب الليل كله. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب الدجاج والافراخ كبرن افراخها صار نتحملن، راح اطلعهن وارتب مكانهن واجهزه، لان عندي دجاجة ثانية تريد تفرخ. ارتب لها المكان وانظفه وابدل الفراش واغسل لهن المأكلية والمشربية واجهز هذا المكان للدجاجة الجديدة راح تفرخ. هسه راح اصور لكم اياها، ما بقى تقريبا 3 أيام 4 وتفرخ، راح اجهز لها هذا المكان. شوفوا شباب، عندي هاي الدجاجة كاركة بعد 3 أيام 4 تقريبا وتفرخ، وانقلها احطها بالكارتون مكان ذيج، لان ذن الصغار اول ما يصيرن لازم بالكارتون. شوف العش الشتوي شلون يصير، فراش قماش زايد مدري شنو، لفلهن يا زين حتى ما تبرد، لا الدجاج البيض ما يبرد. عيش دفن هذا جوا القاع، هيك احسن على مود التدفئة حتى ما يبرد البيض المرد. اليوم الريوق مقبلات. سويت بالليل مخلل زاد من عده، هذا شلغام وشونذار وجزر قرنابيط، كل شي زود، كل شي موجود عندك بالبيت، كل شي موجود بالمطبخ، اي شي تسوونه ماكو شي ينذب، كله الثرمة وطيهن اياه، كله ياكلنه، كله بيه فيتامينات مغذيات، كل شي بيه املاح كالسيوم، كله يحبنه وياكلنه، ماكو شي ينذب. حرام نعمة الله، احسن ما اذبها بالزبايل تنسحق. اسويها ثرمة واعطيهن اياه ياكلنه، او تقليل من المخاسير يعني من المصاريف، احسن ما ظل تشتري لهن بس اعلاف تجي مشترى. شوفوا شباب، مثل ما قلت لكم متعودات على هيك اكلات، انا دائما اسوي لهن هذا الاكل مال البيت، اسوي لهن اياه ثرمة واعطيهن اياه، اسوي لهم المزلاطة مرات، كل شي زود ثرمة واعطيهن اياه. دائما متعودات دائما ياكلن هيك اكلات، بس هو هذا برقيبه ما يخليهن ياكلن. هو ترى مو تضحكون عليه، ترى هذا شمسي، بس هو الله سالب عافيته خطيه، غثيث ما يخلي واحد ياكل، فالله عاقبه. بس هو ياكل، شوف لما ياكل ويشبع دورهن ياكل. متعودات على هيك اكلات دائما اسوي لهن ياكلن، كلش مفيدة لهن، في كالسيوم بفيتامينات مغذيات كل شي بيه. هسه هذا تقريبا بيه ب10 مواد. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب هاي الدجاجة الوحيدة اللي كانت تبيض عندي كركت، راح اشيلها اعزلها احطها مكان وحدها واحط لها بيض قديم، اشوف هذا كبست على البيض وما قامت احط لها بيض جديد، واذا قامت عوف اخلت بيض مرة ثانية، لان اكو دجاج نحس من تغير مكانه يقوم ما يقف، ما يظل نايم على البيض. وبالمناسبة اول ما كركت هاي الدجاجة الثانية الكاركة
كانت كاركة وقومتها رجعت بيضت من جديد. يا يم بيضت عندي وكركت، بس هيك أول مرة تبيض، خفت من عدها، خافت تقوم وتمرد البيض. قومت هسه رجعت بيض، لا كركت أكركها حط جوا أبيض. أول مرة ما أكركها أعوفها. هسه إن شاء الله راح نشيلها نحطها على بيض ونشوفها تقوم لو تنام. يا الله شباب، هاي الدجاجة شلعت قلب صارها يومين قوة، يلا نامت، وهسه شغلتها تعبانة. حطيتها نام مكان عزلتها، حطيت لها أكل وماي، بس هي مو ثابتة بعد، راح انتظرها فد يومين 3 أيام لمن تقعد كبست. هي تنام بس كون تظل مسجونة، إذا تظل مسجونة وما حد يمها تنام. راح أحبسها يومين 3 أيام، إذا كبست على البيض راح أحط لها بيض جديد. هذا البيض قديم، بلكي تنام حتى نحط لها بيض جديد. بلكي تظل انتظرها. يا الله شباب، اليوم التغذيتهن تمن وعدس سلكتلهن. هذا العدس بيه بروتينات كلش هواية، نسبة البروتينات عالية، يفيدهن. ذن الزواجر السود اريدكم تذكروني بيهن، بدي اسولف لكم سالفتهن. ذن الزواجر السود كلهن فحولة، ذكور ذن كلهن. ليش؟ ان شاء الله اسولف لكم سالفتهن. الى هنا وصلنا الى نهاية مقطعنا لهذا الاسبوع. شباب لا تنسونا من لايك والاشتراك، تفعيل الجرس، حتى ان شاء الله كل فيديو انزله يوصلكم اشعار به. ولكم الشكر والتقدير. في امان الله.